مرحبا بالمشاهدين الكرام. فيديو جديد، موضوع جديد حول زراعة الفول كما تشاهدون في الصورة. وللإشارة فزراعة الفول لها متطلبات ومراحل نذكر منها باختصار. يجب حرث الأرض جيدة، ثم تسميدها بأسمدة عضوية إن كانت موجودة، وإن لم تكن نقوم بتسميدها بأسمدة كيماوية. وعند اكتمال عملية الحرث نقوم بإنشاء خطوط متوازية على طول، ثم نأتي ببذور الفول ونقوم بزرع تلك البذور، حيث تتم عملية الزرع بعمق 5 سنتيمترات، مع ترك مسافة بين البذرة والأخرى بين 15 إلى 25 سنتيمتر. وعند اكتمال الزراعة نقوم بروي الأرض، وتتم عملية الإنبات ابتداء من 30 إلى 40 يوم. وعندما تتم عملية الإنبات بشكل جيد نقوم بإزالة الأعشاب الضارة في الفول، وذلك باستعمال المعوال أو المحراث العصري. ثم تأتي عملية الأدوية، رش الأدوية والأسمدة، نقولها في فيديو لاحق إن شاء الله. ونتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.